ايه يا معلم؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ لا الحمد لله. يا ابني انت ما فيش مره تشوفني كده غير لما تيجي تقول لي مالك بالراحه علينا. مش ايه يا عم؟ ما تسيبني في حالي يا عم، سيبني، انا عندي ظروف الله يبارك لك. المهم بس احكي لي بس مالك في ايه؟ مالك مقرف ليه؟ طيب ما بتعملش اي حاجه وشايفك بقالك كام يوم عمال تنام، بس في ايه؟ بص انا مش قادر اعمل حاجه، انا ما عنديش صحاب، ما عنديش حاجه، بص يعني انا فيا اللي مكفيني، فسيبني الله يبارك لك. يا ابني يا حبيبي الحياه خدها ببساطه، الحياه اسهل من انت يعني اسهل من انت متخيل خالص، واسهل من حساباتنا والحاجات دي كلها. A few moments later. بقول لك ايه، تقعد توجع دماغي، انا ماشي. هو بقى مش متقبل الكلام. يلا بينا نبدا ونقول الكلام اللي احنا هنقوله. يلا بينا. الحقيقه حصل موقف خلاني اعمل الفيديو ده انا مش محضر له ومش كاتب له اي حاجه، واللي هقوله هيبقى عباره عن ارتجال وحاجات بقولها لاول مره مش مكتوبه. مفيش حد من الناس بيحب يفشل، دايما احنا كلنا بنحب النجاح ونحب ان احنا نبقى ناجحين، نتمنى ان احنا نكون من احسن الناس الموجوده على وش الدنيا، والانسان بطبعه بيحب التميز. مفيش انسان بيكره النجاح. لو جيت سالت انسان نفسك تكون ناجح هيقول لك طبعا نفسي اكون ناجح. طيب بتعمل ايه عشان تكون ناجح؟ هيقول لك والله اصل انا عندي ظروف. ومن هنا جت قصه الفيديو، انا عندي ظروف. معظم الناس بتعلق شماعتها على حجه الظروف. انا عندي ظروف، انا ما عملتش الحاجه الفلانيه، انا عندي ظروف، انا عندي ظروف، انا عندي ظروف. انسان بيحب يستريح وبيحب ان هو تجيله الحاجه على الجاهز من غير تعب، زي مواطن بيدور على شغل نفسه يكون ساعتين ويقبض 10000 دولار. طب الساعتين بتعمل فيهم ايه؟ ما بعملش فيهم حاجه. طب هتقبض 10000 على ايه؟ يقول لك انا شغال ساعتين. دي حاجات في الاحلام مش حاجات في الواقع. الحياة عبارة عن معاناة وعبارة عن حاجات صعبة جدا جدا جدا، وبنحاول نعافر ونواكب الصعوبات اللي بتواجهنا والحاجات اللي بتواجهنا عشان نكون أحسن. الإنسان لما بيبدأ يتولد ما بيعرفش يتحرك، ما بيعرفش يمشي لوحده، ما بيعرفش يزحف، ما بيعرفش، بيبدأ واحدة واحدة إن هو يزحف، واحدة واحدة إن هو يسند على الحيطة، واحدة واحدة يمشي بمشاية، واحدة واحدة بيعرف يمشي. ما ينفعش يكون طفل لسه مولود ولاقيه طالع بيجري بيعمل سباق. فكرة ان الوصول للنجاح زيه زي درج السلم، انت بتطلع سلمة 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 عادي جدا. ممكن واحد دلوقتي يقول لي لا انا مش هطلع على السلمة، انا عايز اطلع على الاسانسير. انت عبيط يا جوني. اقول لك حلو جدا، ما هو انت اللي بتعمله برضه وانت راكب الاسانسير ان انت بتعدي على الدور الاول، بتعدي على الدور الثاني، بتعدي على الدور الثالث. مفيش اسانسير بيطلع من الدور الاول انت لقيت نفسك في الدور السابع من غير ما تمر على الدور الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. وصولك للنجاح بيبقى ليه سلالم كتير جدا. طيب الفكره بقى هنا ان انت تقول انا عندي ظروف. طيب ما بتبصش ليه ان في ناس ناجحه انت شايفها من منظورك انها ناجحه وكويسه، بس من منظورك انت شايفها ما بتتعبش. بتبص لظروفك انت بس، ما بتبصش لظروف الناس الناجحه وانت شايفها ناجحه وبتحقق حاجات كتير، ومع ذلك انت شايفهم ناجحين من غير اي ظروف. انت شايف ان الحياه ورد بالنسبه لهم. بتبص لظروفك بس، ما تعرفش ان فلان الفلاني اللي ناجح ده عنده 1 2 3 4 5 6 7 التزامات وظروف قهريه، ومع ذلك بيحاول وبيسعى. كان في مثل انجلش كان الدكتور بتاعي كان قاله لي ايزي كام ايزي جو. انت الحاجه لو جات لك ببساطه او بسهوله هتروح وهتمشي بسهوله، لان انت طالما ما تعبتش من عرق جبينك في حاجه صدقني الحاجة دي ملهاش لازمة، أو بمعنى أصح ملهاش طعم. عشان توصل للنجاح وهدفك لازم كل ما تيجي تتعب تبص وتتخيل أنا لو وصلت للهدف ده أنا هبقى عامل إيه؟ إيه يعني؟ ما أقع مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة، كل مرة قوم بنفس العزيمة. بيبقى في صدمات بتحاول إن أنت يعني تشيلها واحدة واحدة، بس بتحاول. كفاية المحاولة، السعي في طريق الوصول وصول. ان انت بتسعى فانت كده متوكل على ربنا، فربنا هيكرمك، فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لكن ما بقاش قاعد في بيتنا وقاعد مستني واقول لك اصل رزقي على الله كده كده ربنا كاتبهولي. طب ما انا ما اجتهدتش، انا ما عملتش حاجة. ما يعني احنا دايما بنقول الجزاء من جنس العمل. فانت بتشتغل حلو بتقبض مقابل فلوس حلو، احنا في الدنيا مثلا بتتعب في حاجه معينه فبتلاقي مقابلها. طب انت ما تعبتش، مستني مقابل ايه؟ ما هو مفيش مقابل، انت ما اديتنيش حاجه عشان اديك حاجه. هي الحياه ماشيه بالقانون ده، لازم تتعب
ولازم تحافظ على حلمك. لازم كل ما تيجي تقع تفتكر وتتخيل انا بمجرد ما هوصل للحلم ده او للهدف ده انا خلاص انا هنسى كل المشقة. زي واحد او زي الناس اللي بتعدي على ثانوية عامة وبتقعد سنة كاملة تقعد تذاكر وتمتحن، ومع اول ساعة او اول دقيقة بعد ظهور النتيجة انت بتنسى كل التعب. شوف، رغم ان انت ما كنتش بتنام، ما كنتش بنام، بس انا فرحان، انا جبت مجموع، انا حققت اللي انا عايزه، حققت التارجت. زي واحد في الشغل مطلوب منه ان هو يحقق تارجت معين بيقعد ب9 ساعات واقف على رجله، بس تعالى يوم ما حقق التارجت وخد المقابل هو نسي التعب ده. التعب بالنسبه له خلاص، يعني هو خد المقابل بتاعه، هو وصل للحاجه اللي هو عايزها. اسعى وخد بالاسباب وتوكل على الله، وما تقولش ابدا ابدا ان انا عندي ظروف لاي سبب من الاسباب، لان لو بصينا للظروف وحطينا الظروف قدام عينينا فاحنا مش هنعمل حاجه. ما كانش في حاجه حصلت، ما كانش في اختراعات حصلت، ما كانش في تقدم حصل، ما كانش في اي حاجه حصلت. لو كلنا بنبص للظروف وان انا عندي ظروف فبالتالي مش هعمل حاجه. بس كده، دي تكون نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك، واتمنى ان انت تكون استفدت منه ولو بجزء بسيط. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.